الأخيرة بقى، الأخيرة، الشناوي. كنا زمان بنقول إن الشناوي بيطلع ما بيفردش إيده، أهي إيدي أهي، الشناوي طلع فرد إيده بس عمل تمركز غلط ووقت غلط ودنيا غلط، كرة عدت. الشناوي في الكرة اللي بتتشاط عليه بيعمل الطريق حلو قوي وبينط وبيطير. الكور السهلة دي معرفش هو التايمنج بتاعه اللي فيه دايما مشاكل، مش عارف، انا مش عارف يعني. انا نفسي اعرفها. الاهلي كسب، الاهلي كسب، عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، عندنا كوارث. يعني ادي النقطة دي. ديانج كان عنده مشكلة في الميس باص بتاعه امبارح عدله، ما اعرفش هو اشتغل عليه ولا جت من عند الله، بس لو هيشتغل على كده ادوا لديانج اللي هو عايزه ويقعد. من احسن اللعيبه. مروان عطيه مش هقدر اتكلم عليه، مش هقدر اتكلم عليه. جرادياشار مصاب، هو باين ان هو مصاب او في تقل في جسمه، ايه هو انا ما اعرفش. يعني يا ريت محمد شريف بقى يكون خف ويرجع، يعني يا ريت. عندنا مين تاني؟ وامام ان شاء الله يرجع برضه. بن شرقي عالمي مش هنقدر نتكلم عليه. زيزو مش هنقدر نتكلم عليه. طاهر الحبة اللي نزلهم ممتاز، مش هنقدر نتكلم عليهم. في مين تاني عندنا في الفرقة نازل امبارح؟ يعني هم دول اللي دماغي جايبهم. انا بحل اهلي بس عشان بس نجيب من الاخر. انا راجل اهلاوي ويهمني الشأن بتاع الاهلي. في كتير اتكلموا في طريقة فوز الاهلي، انا بتكلم يعني مش بنقد، ولكن بدي يعني كده ايه الارمات، خلوا بالكم من هنا ومن هنا ومن هنا. بس لو هنكمل باللعيبه دي يا ريت اللعيبه تخلي بالها. انا والله مش بنقدهم، هم كلهم يعني اخواتي صغيرين، حاجه تشرفني، بس يعني يا ريت تخلوا بالكم من الكلام ده. احنا عدينا من ماتش زي ده، ماتش سهل، انا شايف ان هو ماتش الزمالك، انا اسف، يا ماتش سهل. انت لو بتلعب قدام فريق زي صن داونز مش هيبقى كده، قدام بيراميدز مش هيبقى كده، قدام الفرق اللي هي الرخمه، انت داخل على افريقيا. ف يعني بلاش نشوة الانتصار تنسينا مشاكلنا بس. والف مبروك تاني للاهلي. ان شاء الله الفترات اللي جايه هتبقى في تحديثات احسن من كده، وهنبدا بقى نجيب الشاشه ونعرض وحاجات كده، وهنبقى في مواقف لعب يعني. فربنا يكرم، ربنا يكرم. الف مبروك للاهلي، السلام عليكم.